وطبعا لما تسمع كل المميزات دي هتقول ان الموبايل ده معدي ال 20,000 جنيه، لكن احب افاجئك واقول لك تعال اقول لك ليه تشتري الموبايل ده. اول واهم حاجه انك هتاخد معالج قوي جدا، لان الموبايل ده جاي بمعالج الدايمنسيتي 7360 تربو، وده معالج ثماني النواه بتردد بيوصل ل 2.5 جيجا هرتز، وده اللي هيسمح لك انك تلعب اي لعبه حتى لو كانت تقيله بسلاسه وبجرافيك عالي، وكاستخدام يومي عادي مش هيأثر معاك. عندك كاميرتين في ظهر الموبايل، الكاميرا الاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بمستشعر ممتاز من سوني اي ام اكس 882. تقدر تاخد صور من كاميرات الموبايل ده بتفاصيل وتشبع الوان وديناميك رينج وحده ممتازين، والموبايل بيصور فيديو امامي وخلفي بجوده 4K مع 30 فريم في الثانيه، واللي هيديلك تجربه تصوير حلوه جدا وتفاصيل ممتازه في الكاميرتين. يعني لو انت صانع محتوى زي حالاتي كده مثلا، الموبايل ده مش هيأثر معاك في تصوير الفيديو. كمان عندك شاشه مسطحه تماما بدقه الفول اتش دي بلس، وبتيجي بتردد 120 هرتز، والشاشه من نوع اموليد، وسطوع الشاشه عالي تحت اشعه الشمس المباشره، فما تخافش هتشوف الموبايل كويس حتى لو نظرك ضعيف. ومعاك بطاريه عملاقه هتقضي معاك اليوم مستريح وزياده كمان، ولو وقع منك ما تقلقش عليه لانه حصل على شهاده عسكريه ضد الصدمات، ومقاوم لطرطشه الميه والغبار بشهاده اي بي 65. وطبعا لما تسمع كل المميزات دي هتقول ان الموبايل ده معدي ال 20,000 جنيه، لكن احب افاجئك واقول لك ان الموبايل ده نازل بسعر 15,000 جنيه للنسخه ال 256 جيجا و8 رام. وكلامي هنا عن ملك الفئه المتوسطه الفيفو في 60 لايت نسخه ال 5G، بس لان مفيش حاجه بتخلو من العيوب فشوف الفيديو ده هسيبه لك هنا او هنا، المهم يعني هتلاقيه في الجزء ده، وجايز حاجه من العيوب تقفلك من الجهاز وما تجيبهوش، وبس كده.